السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبايب قلبي، نعمل النهارده طريقة الفتة اللي انتوا طلبتوها مني. انا تحت امركم، واللي تؤمروا بيه انا اعمله. طبعا بداية كده بنعمل ايه؟ بنسلق اللحمة. فانا دلوقتي حطيت التوابل العادية بتاعتنا، الفلفل الاسمر والملح والبصل والورق اللورو وحبهان، واللحمة اهي قدامكم. هنحط المية ونسلقها. بعد ما نسلق اللحمة طبعا هنبتدي نعمل ايه بقى؟ نعمل الخطوات اللي بعد كده. الفتة دي تحفة جدا يا جماعة، تعجبكم جدا. اعملوا بس بالتفاصيل اللي انا بالتفاصيل اللي انا قلت لكم عليها كده. معانا انا طبعا ما عنديش طماطم، لسه ما فرستش طماطم. جبت الطماطم دي حطيتها في الميكروويف لمدة 10 دقايق، يعني بسيبها لغاية ما تدبل خالص، وبعملها بالهاند بلندر كده. والله بتبقى برضو حلوة قوي 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 يا جماعة، زي المفرزه بالظبط. بس هي الفكره كلها ان دي بتبقى فيها نسبه ميه شويه، فبتاخد معانا شويه تسبيكه. لازم اسبكها شويه، لان بحب دايما في الخلطه، اي خلطه بعملها بحبها مسبكه. بعد كده هنخش على العيش. نقطع العيش زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي. العيش بقى براحتكم، الكميه اللي انتوا عايزينها طبعا، عشان انا بعمل فيديو للتحدي لضحى والفارس. هما بيميلوا اكتر للرز، فانا النهارده مش هعمل عيش كتير، بس انا هزود في الرز وهنقلل في العيش. هما بيحبوا العيش ما يبقاش كميته تبقى كبيره قوي، فهنقطعه زي ما انتم شايفين كده بالمقص. عايزين تقطعوه بايديكم قطعوه، بس انا عشان الشكل الجمالي بيبقى احسن يعني. هنقطع زي ما انتم شايفين كده اهوت كل الكميه اللي موجوده ديت، وهنشوحه على النار بحته سمن بلدي لمده بسيطه جدا. هتلاقوه اتحرمش وبقى طعمه جميل جدا جدا جدا، هيعجبكم. خلي بالكم الاكل بالسمن البلدي بيفرق جدا عن الزيت النباتي او اي سمن تاني نباتي. دايما الحاجه اللي بتبقى الطبيعي بتاعها بيبقى افضل، يعني السمن بتبقى احسن. حتى هنا اهو، انا هنا بعمل زي ما انتم شايفين الرز بتاعنا، حطيت معلقه سمن بلدي، ولو عايزين تحطوا حبه زيت صغيرين بس عشان اللمعه بتاعه الرز دي مفيش مشاكل. بصوا بقى، انا هحط معاه مكعب ماجي، ده اختيار يا جماعه، اللي حابب يحط، اللي مش حابب ما يحطش. وليه بحطه هنا دلوقتي؟ لان انا بحب اكرمله مع الرز على نار سخنه، بحس ان كله كل من بعضه على النار، كانك بتحطي حبه توابل مع الرز والسمن. شوفوا انتوا بقى الريحه بتبقى عامله ازاي. ولما بسقي ما بسقيش بشوربه اللحمه بصراحه. ليه؟ علشان عايزه الرز يبقى ابيض، مش عايزاه يبقى غامق. انا هحط مكعب الماجي وحبه الملح بس، مش هزود اي حاجه تانية في الرز ده. الرز بتاع الفته انا بحبه بالمنظر ده. زي ما قلت لكم، اللي حابب يحط مكعب يحط، مش حابب ما يحطش، ده اختيار يا جماعه. اللي حابب يحط شوربه موجوده مفيش اي مشاكل، حلوه طعمها يبقى جميل جدا. اللي مش حابب براحته. انا حطيت الملح زي ما انتوا شفتوا كده، وهبتدي بعد ما اقلب واحمص كله في بعض، واحس ان كل حاجه دخلت، والماجي الرز شرب ومبقاش ليه اثر، هبتدي احط الميه. هعاير الميه اهو زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. المعيار الطبيعي جدا اللي انتوا بتحطوه. في ناس بتحب الرز، انا بحبه يبقى مفلفل، ما بحبوش. في ناس بتحب تسويه قوي، او تحطوا له ميه تبقى زياده شويه، يبقى ماسك في بعضه شويه. ده حاجه براحتكم يعني، حاجه بترجع بس ما بيبقاش بايظ، بيبقى حلو جدا برضو. بس انا بطبيعتي بحب الرزايه تبقى مفلفله، يعني تبقى لوحدها كده، فعشان كده ما بحبش ازود الميه كتير. انا بحط زي ما قلت لكم كوبايه الميه على كوبايه رز. العيار بتاعي نص كيلو الرز بياخد كوبايتين ونص ميه. زي ما انتم شايفين انا هنا بضرب كميه توم عشان افرزها عندي، ومن ضمن برضو هاخد منها واعمل الصلصه بتاعتنا كده. زي ما انتم شايفين خدت حبه من الثوم اللي انا فرزته، وحطيت عليه معلقه سمن بلدي، وهقلب. بصوا بقى، انا بحب وبعشق الصلصه ديت بتاعت حطيت برضو هنا ماجي، وحطيت فلفل اسمر، وهحط حبه كمون. ده الاساسي بتاع الكمون يا جماعه، بتاع الفته. مش بيسمعوا ان هم بيقولوا خل وملح خل وثوم. هنا طبعا حطيت معلقه سكر كامله لازم، وحطيت معلقه ملح صغيره، وهقلب على كده بس. مفيش اي مكونات تاني معايا، ما بحطهاش، مفيش اي مكونات تاني كده. انا هحمر العيش بتاعي بس يا دوبك تشميعه يا جماعه، تشميعه.
هنديها تشميعه بسيطه جدا، فما تاخذونيش بقى لان انا بسجل لكم الصوت والفيديو شغال، فبقى عايزه القط بسرعه اقول لكم، ببقى بتكلم معاكم بقى عايزه القط بسرعه واقول لكم انا حطيت ايه علشان ما فيش حاجه انساها وكده. طبعا كده احنا بنشوحه تشويحه بسيطه. خلي بالكم انتوا بتشوحوه لوحده هتلاقوه ابتدى يتحمص، هيديكوا التحميصه الحلوه قوي 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 مع السمن البلدي يا جماعه. الطعم العيش لو عيالكم ما بيحبوهوش والله لا يعشقوه، هيعشقوه بعد الوصفه طبعا دي باذن الله. نوره بتتكلم معايا بس كده هنبتدي نخش على المرحله اللي بعدها. بصوا بقى ايه ده، طبعا الصلصه بتاعتنا الجميله خلصت، هناخد منها ونحط بقى. شايفين انتوا العيش بقى جميل ازاي؟ مش هنسقيه شوربه ولا اي حاجه من دي، هنحط له بس معلقه صلصه. وادي الرز بتاعنا بقى تحفه. انا طبعا بحب اشمعه كده بحبه شوربه من اللي طلعت تشميعه بسيطه، يعني كام معلقه كده عشان تفلفل معايا. بصوا شايفين؟ وانا نفسي انا بحب دايما الرز يبقى ابيض كده، فانا ما بحبش اشربه شوربه علشان بيغمق. طبعا انا كده نشلت اللحمه، ابتدي احمرها. انا ما بحطش في اللحمه بتاعتي غير فلفل اسمر وملح وحبه اللورة، كم واحده لورة كده وحبهان، لا اكتر ولا اقل، ما بحطش اي حاجه تاني. زي ما انتم شايفين كده بتطلع معايا تحفه جدا جدا والطعم رهيب يا جماعه. هي اصلا اللحم بسم الله ما شاء الله لو هتحط لها فلفل اسمر وملح وبس والله تطلع زي العسل عشان من ايديكم. كده هنحط بقى معلقه سمن بلدي، هنبتدي نحمر الايه بقى يا حبايبي، اللحمه. هنحط اللحمه واحده واحده كده اهوت. خلي بالكم يعني اللحمه حلاوتها ان يا دوبك بس بتتشمع، تحطوش سمن كتير، يا دوبك بتشم النار بتديكوا لون حلو. دي جمال اللحمه اللي هي المسلوقه بعد ما تحبوا ايه تشوحوها كده، ما بتاخدش وقت كتير في ان هي تاخد لون. بصوا في لحظه مسافه ما انا ما حطيتها خدت لون، وبتحتفظ بكل الغذاء بتاعها، وفي نفس الوقت انت شوحتها لهم في سمن بلدي يعني فدتيها اكتر. فانت بتدي لاولادك حاجه صحيه ومش هتاذيهم ابدا. حتى انت لو عامله رجيم ممكن تقللي من السمن خالص، يا دوبك تشوحيها او ممكن تحطيها على النار كده بس هتبقى زي الفل. وادي فرشنا الفته بتاعتنا الجميله، اعملوها يا جماعه. نوره بتقول لكم تحفه اهي، شايفين منظرها؟ انا كده انا بحب اللي حابب يحط بالشكل ده حط، اللي عايز يخليها بيضه ويخلي الصلصه على جنب دي حاجه ترجع لكم، يعني الديكوريشن ده بتاعكم انتوا. انا وزعتها كده زي ما انتم شايفين، وهبتدي اعمل الدواير دواير كده واحط اللحمه من فوقيها. اهم حاجه تعملوها يا جماعه يعني انا عارفاكم ان انتوا اساتذه وبتعملوا احسن مني طبعا. انا بعمل الحاجه اذا في حد فيكم يعني لا مثلا في شيء هو مثلا مش بيعمله ممكن ياخده مني، وانا نفس الكلام. انتوا لو في حاجه انا حسيتوا ان انا في حاجه انا ما قللت فيها او ما ظبطتهاش، اكتبوا لي في الكومنتات، احنا نفيد بعض. اهم حاجه احنا كستات نعمل حاجه لاولادنا تعجبهم وياكلوها بالف هنا وشفا، تكون صحيه. وكده الطبق بتاعنا جاي.